السلام عليكم البنات. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو غادي يكون مختلف واحد شويه على الفيديوهات اللي موالفه كنشارك معكم. كأي انثى بغيت نشارك معكم بعض المنتجات اللي تقدر تفيدكم، اللي انا كنستعملها شخصيا وبغيت نشاركها مع البنات لانها تقدر تفيدك، خصوصا اننا داخلين على فصل الصيف والعراسات والمناسبات. فكنتمنى بان هذا الفيديو يكون فيه بعض الاستفاده لبعض الاخوات البنيتات الزوينات. فانا غادي نشارك معاكم. نبداو بما ان عندي بزاف د المنتوجات واللي كنستعملها وزوينه، وكاين بعض الحوايج انا ما شاركتهاش معاكم. غادي نبدا لكم ايطاب باغ ايطاب. غنبدا لكم بالشعر، غادي نزيد لكم بالوجه بالفيتامينات اللي كناخذ، وحنا غاديين هكذا باش ما نتلفش، باش نحاول نوري لكم داكشي كامل ان شاء الله. اول حاجه البنات بالنسبه للشعر، انا كنستعمل ديما هاد الزيوت اللي كتكون عباره على زيت البلديه. كنخلط معاها بزاف ديال الاعشاب. هنا عندي زيت البلديه، عندي قرنفل، عندي الازير، وعندي الزنجلان، عندي الحرمل، عندي زريعه الكتان. يعني اي عشبه بانت عندي كنشدها كنديرها في واحد القريعه ديال الزيت وكنخليها ان فوا كنبغي ندوش كنديرها لشعري، كنخليها ساعه ولا زوج، وانتي ولاش قديتي كديري واحد المساج للشعر ديالك. وكندير لها بلاستيك وكنخليها فاش كندوش كتعطي واحد النتيجه رائعه. انا كنزيد معها يا البنات حتى مريوته. عندي واحد الخليط واحد اخر دايره فيه مريوته، حتى مريوته غزاله للشعر. هذا ما دايرش فيه مريوته. عندي بزاف د القراعيد الزيوت مخلطين بحال هكذا كنديرهم، كنبغي نعتني بهم الشعر ديالي، وبصراحه مع المداومه راه كيعطيو نتيجه رائعه. كندير هادو، وبعض المرات كندير كنخلط هاد زيت الكوكو مع هادي زبدة الشيا، وكندير بهم عاوتاني مساج لشعري، وكنخلي كندير بلاستيكه كما العاده كما قلت لكم البنات، وشي ساعه ولا زوج عاد كندوش. يعني هذا هو الروتين ديالي كل سيمانه. وشنو كندير؟ مره كندير زيوت، مره كندير كما قلت لكم زبده الشيا، وكنخلط معها زيت الكوكو، وكنقدر نزيد معها زيت العود ولا كنزيد معها من هاد الاعشاب، وكنخلطهم مع بعضياتهم وكنديرهم للشعر واحد الساعه كما قلت لكم. من بعد ما كدوز واحد الساعه انا كنستعمل هذا الشامبو. انا البنات ماشي اشهار ولكن هو زوين. ما كنديرش انا ديميلور قليل فاش كندير شي ديميلور لشعري، وكندير اللي كان ما عنديش شي ماركه معينه. المهم كنغسل شعري بهذا الشامبو، وملي كنغسل شعري كندير البنات هذا الزيت صراحه زوين، ما عرفتش واش المهم متابعه لهاد الماركه هذه، حتى هو زوين وكيعطي واحد الريحه غزاله البنات في الشعر، وكيخلي الشعر زوين. بالنسبه اللي عندهم البنات الشعر طيطب، فهذا كيعطي واحد اللمعان، وهذا زوين للشعر، وحتى الريحه ديالو زوينه. اسمحوا لي دابا كنصور غير بيد وحده فصعيب شويه الحال. من بعد اذا كان عندي هذا كندير هاد الا بغيت كندير عاوتاني كنزيد بغيتي ديك الريحه زوينه في الشعر، كديري هاد الريحه اللي خاصه بالشعر، هير بارفم. هذه واعره عاوتاني كتخلي واحد الريحه كتحمق للشعر البنات. يعني احنا سالينا من المنتجات ديال الشعر. ندوزو دابا للدوش. بالنسبه لهذا الجيل دوش، انا صراحه كيعجبني وكيخلي واحد الريحه زوينه زوينه زوينه، صلاه على النبي، كيخلي واحد الريحه زوينه. عندي بزاف لي باندوش ولكن هذا كيعجبني. وعندي هذه البنات خديتها من بيم، راه الثمن ديالها ماشي غالي، ولكن عندها فيها واحد الريحه رائعه زوينه بزاف 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 بزاف. كديريها الحيمه ديالك كتبقى زوينه، خصوصا اننا كما قلت لكم في فصل الصيف. وهذه حتى هي اللحم، حتى هي فنه كتواتى مع هذه. ملي كديري هذا الباندوش وكديري هاد الريحه ديال اللحم، حتى هي راه كتولي ريحه ديالك رائعه. وكنستعمل احيانا عاود تاني هذه، حتى هذه زوينه بزاف البنات. المهم هادو راه واعرين. وبالنسبه البنات لهاد اش كيقولوا لها الديودورون، راه واعره هذه البنات، لقيتوها غير خذوها زوينه بزاف. المهم انا هذه هي المنتوجات اللي كنستعملهم، واخا كيتسالاو عندي كنعاود ناخذهم.
كنتمنى الفيديو البنات اليوم يفيدكم، رغم انه شويه مختلف على المحتوى ديالي، ولكن معليش قلت ندير هذا الفيديو باش حتى البنات يستافدوا معايا. غندوزو دابا الوجه ديالنا، البشره ديالنا. بالنسبه لي انا كناخذ هذا جيل نيطوايون، او لا كناخذ هذا صراحه رائع البنات، الا لقيتوه ديال البيوديرما راه زوين بزاف. وبالنسبه باش كنرطب وجهي، بما ان البشره ديالي انا بشره حساسه بزاف وماشي اي حاجه كتوالمني، كناخذ هاد ميكس بيبي هو الكودكور واعر، ولا هاد نيفيا حتى هي زوينه، ولا هاد موستيلا. المهم كنحاول ندير غير الكريمات ديال لي بيبي، لان انا البشره ديالي حساسه وماشي اي حاجه كتجي معايا. فهادو منتجات زوينه، كنتمنى بانكم نتوما تستافدوا منهم وديروهم. بالنسبه للرجيلات ديالي البنات، انا كنستعمل هاد فازلين اولا هذا، كنستعملوا الرجيلات ديالي فهما كيخليو الملمس ديالهم رطيب وكيرطبوا الرجيلات، كيخليوهم ديما رطيبين، لان كنعرفوا ان الرجيلات ضروري كيشحتوا ولا مع الجو ناشف، لا الوجه لا اليدين لا كل شيء. فانا كنستعمل هاد زوج منتجات. وبالنسبه للبنات، هذه اي وحده كتنوض فيها اي حبه الحبوب، فانا كنصحكم بهذه ما كتخطانيش. اي حبه ناضت لي كنديرها ليها، ما كتخليش لاطراس، ودغيا دغيا كتبرى. وحاولوا يا البنات ما تلعبوش في داك الحبات، لان كتخلي داك ليطاش، ودوك ليطاش كيكون صعيب باش كيزولوا. فكديري هذه ضروري منها. وبالنسبه للبنات ليكرون اللي كنستعمل انا صراحه، كنستعمل هاد بيوديرما هذه اللي هي رائعه. بما انني انا البشره ديالي حساسه، فجربت بزاف ديال انواع ليكرون، وهذه هي الوحيده اللي دابا حاليا 3 سنين وانا كنديرها، ما كنبدلهاش. علاش؟ لان هي الوحيده اللي جات معايا. عندك هذه وهذه، ما خصكش تستغناو عليهم البنات. هذه الحبيبه، اي حبيبه ناضت عندكم. وليكرون البنات، دابا راه الصيف جايه، ضروري ليكرون ضروري ليكرون. قبل ما تخرجوا ولا كنتو غير في الدار مع البوطه، الحراره ديال البوطه وهذا، فكتحافظ لكم على الوجهيه ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي عندها البشره كتاكسد وبغات شي ايكرون كتعطي لي في ديالها وكتبقى، هذه البنات انا استعملتها بعد تجربه بزاف لي زيكرون، فهذه زوينه بزاف. انا جربتها وهي اللي غادي نستمر عليها ان شاء الله. كنعرفوا بان البنات اللي عندهم البشره كما انا حساسه وكتحمر، فكيلقاو مشكله في انهم كيلقاو لي برودوي اللي كيجيو معاهم. فملي كتلقاي شي برودوي كيجي معاكم ما كيضرلكش البشره ديالك، هذاك كتبقاي مستمره عليه ديما البنات اللي بحالي هما اللي غادي يعرفوا هاد المعاناه اللي كنعانيها. فهذا لقيت عليه راحتي وزوين. بالنسبه للبنات الى لقيتو تشريو هذا بوربو ديال اللحم، رائع البنات، زوين بزاف، فيه واحد الريحه ما نقولش لكم، انتعاش، وكتدوم كتبقى في اللحمه ديالك، كتحمق وكتعطيك اللحمه رطيبه، والريحه ما نقول لكمش البنات. هذه فيلس ازورا، واعره يا البنات، واعره. لا فريشور، كتحسي بلا فريشور. بالنسبه لاي بنت ضروري يكون عندها هاد لي لانجيت في السويك ديالها، هادو كيكونوا صغيورين عمليا. بالنسبه للبنات انا كندير حجباني، كنطراسي بهذا، حتى هي زوينه، خرجت لي زوينه، فكنستعملها ديما كنستعملها. كتمشي كتخوالي وحده كنشري وحده اخرى. هذه زوينه، كناخذ انا المارو. ودابا البنات غادي ندوزو كما كنقيو البشره ديالنا من برا، فالبشره ديالنا ضروري كتحتاج انها تنقى حتى من داخل، لان لا كانت نقيه من داخل فهي كتعطيك داك سميتو، ملي كتعتني بها من برا دغيا كيبان عليها سميتو. انا كناخذ البنات هاد المشروب هذا، ديما كنديرو في كويس وكنشربو، راه كيعطي للذات واحد الريحه زوينه فيها الاعشاب. نتوما اختاروا اللي بغيتو، اولا كندير الديتوكس البنات، راه ديجا وقيلا شاركته معكم في القناه. او سينو كنستعمل واحد الديتوكس اللي كندير فيه الخيار، كندير فيه الحامض، الزنجبيل والمعدنوس ولا الكرافس الا كان عندك، كنطحنهم وكنشربهم النهار كامل، فداك الديتوكس واعر. بالنسبه للروتيني اليومي
كناخد الاوميغا 3 لان حنا عارفين المنافع ديالها كما قلت لكم البنات، كما كتعتنيو بالبشره ديالكم والذات ديالكم من برا، خاص ضروري تعتنيو حتى من داخل. دابا انا حاليا تبعت هذا الروتين اليومي ديال مع الاوميغا 3، مع كناخد عاوتاني يا ربي تثبتنا على الشهاده هذا سمحوا لي البنات، مشى لي الكولاجين، وفيه بزاف ديال لي فيتامين كما غتشوفوا معايا هنايا، فيه بزاف ديال لي فيتامين. خذوا نتوما اي كولاجين كان عندكم، سواء بحري ولا هادي، المهم نتوما خذوا اللي غيناسب البيجي ديالكم. كنلاحظ البنات بان ظفاري كانوا البنات كيتكسروا، رجعوا قاصحين ما بقاوش كيتكسروا. كنلاحظ البشره ديالي داك الشحوب ديالها ما بقاش. الشعر ديالي الحمد لله بقيت كنعالج، وبقات كتبان عليه داك العلاج فاش كنعالجو، لان شحال هادي كنت كنعيا ما ندير في زيوت في اعشاب والو، شعري كيطيح كامل. فملي تبعت هذا الروتين ديال الاوميغا 3 وكناخد عاود فيتامين سي، وكناخد هذا الكولاجين مغنيسيوم، كنحس بان البشره ديالي والشعر ديالي ولاو الحمد لله مزيانين. وبالنسبه انا شاركت معكم بعض المنتجات اللي كنستعمل، كنتمنى بان هذا الفيديو يكون عجبكم وتستافدوا من هذا الفيديو، اي بنيته او امراه تعتني بالجمال ديالها الداخلي والخارجي. والى فيديو قادم ان شاء الله.